الاجازه جت، يعني للي خلصوا امتحانات والنتائج ظهرت يبداوا الولاد يقولوا عايزين نسافر. طبعا اهلا وسهلا، يلا نسافر كلنا. لا، عايزين نسافر لوحدنا. ماما تختلف وهو يختلف ويبدا يحصل فيه جبهات داخل البيت. مع ولا ضد؟ انضم لنا على الهواء مباشره دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه رجاء، واهلا بكل الساده المشاهدين الكرام. انضم حضرتك مع ولا ضد من ناحيه المبدا من البدايه؟ الفكره، هل الفكره ان انا اوافق ان ابني او بنتي يسافروا لوحدهم بعيدا عن المحيط الاسري، ولا مش موافق؟ لا انا موافق، بس الابن والبنت يعني هيبقى فيهم اختلاف. بالنسبه للابن ان انا هفترض ان انا ربيت بطريقه معينه خلاص مناسبه وكل حاجه، فانا بتكلم ان من سن 14 او 15 سنه بالنسبه للاولاد انا موافق جدا ان ابني يسافر. ليه؟ فيها امور ممكن حد يقول لك اشمعنى انت موافق على حاجه زي كده وايه الاسباب؟ اول حاجه اللي هو بيعلمه طبعا الاعتماد على النفس، من خلال ان هو هينتقل لمرحله او مكان جديد لوحده، ممكن اهله مش موجودين معاه، بس طبعا بيكون في رقابه تليفونيه طول الوقت، وممكن دلوقتي من خلال كمان ان انا اشوفه فيديو، وممكن كمان من خلال اصدقائه واهل اصدقائه اللي انا هبقى عارفهم ان انا دي هتواصل معاهم. رقابه مشدده، مش رقابه بس، ده رقابه كاميرات مشدده. ويعني طب وبعدين لو هيقول لك مش مسافر، خليني قاعد لا معاكم هو هي احسن. اصل هي كل العمليه هتبقى 10 دقائق او 5 دقائق ان انا هكلمه فيهم، وممكن مثلا اخر اليوم ممكن نتكلم من خلال الواتس، ولكن في الاخر انا علمته حاجات كتيره جدا. اول حاجه هو بياخد مبلغ من المال وهو مسافر، المبلغ ده المفترض ان هو يقضيه طوال الاجازه، اذا هو هيتعلم كيفيه اداره المال في خلال هذه الفتره العمليه، عشان الناس ما تفتكرش عمليه فسحه وخلاص. هو هيدير ماله على حسب الفتره اللي موجوده، ولو خلص منه الفلوس زي ما حصل مع ابني قبل كده اضطر ان هو يقعد يومين او 3 بياكل حاجات بسيطه على قد الامكانيات الماديه اللي معاه، وهنا برضه يتعلم ان هو ما كانش بيدير ماله صح، فيتعلم يديره المره اللي بعد كده، ويتعلم ان هو ممكن في الحياه يواجه اوقات كلنا واجهناها، ان انا ممكن يبقى في اوقات ما عنديش الامكانيه الماديه. تمام. على المبدأ من سن معين وليكن 14 سنة، عشان في مميزات زي ما حضرتك قلت ده من احنا قلنا ميزه أهمها. واحده. دي ميزة واحدة، في مميزات تانية. طبعا. أهمها إيه؟ اهمها طبعا اداره الوقت بتاعه، من غير بقى ما انا هشتغل له بمنبه او هصحيه او هعمل، هو يبقى عنده حاجات في خلال اليوم يعتمد على نفسه. في اكيد في اطباق بتتغسل، في كوبايات مش هياكلوا ويشربوا، في سرير بيتساوى، في لبس كمان هيتعود ان هو يغسله وينشره ومش عارف ايه، يعمل الحاجات دي وهو في مصيف. ما هو المفروض ان هو هيسافر في مصيف، فبالتالي بيستخدم بعض الامور. كمان هيتعلم برضو اداره اللبس بتاعه، ما هو معاه برضو لبس محدود لفتره محدوده، قد يحصل فيه حاجه يتسخ، يعمل هو برضو يعني يتصرف. هيقدر، اللي أنا فهمته من حضرتك إن هو هيقدر يعمل إدارة لنفسه هو شخصيا خلال فترة أيوة. السفر، ولتكن أسبوع أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. طبعا. بس حضرتك قلت في سياق الكلام إن مختلف الولد عن البنت. طبعا. لماذا يا فندم؟ البنت برضو وهي في خارج نطاق الأسرة برضو ليها محاذير، حتة ان ممكن مش عشانها هي، عشان الآخرين. فأنا هنا ممكن أكون معتبر ان بنتي حد طبعا كويس ومتربي وكل حاجة، ولكن أنا مشكلتي في ان ممكن الآخرين يجوا في وقت من الأوقات ناس خارجيين يلاقوا 3 4 بنات لوحدهم، ممكن حد زي ما حضرتك عارفة المعاكسات والتحرش والتنمر والكلام اللي بيبقى سيء ده، ممكن ما تعرفش تاخد مواقف قوية ضدهم وهي لسه صغيرة، مش هلحق ان انا الحق. انما ممكن ان انا اسمح لو في اطار مثلا ان هي معاها اصدقاء، وفي واحده صاحبتهم مثلا طالعه معاهم، او مثلا هيبقى في الشقه اللي قدامهم او في الشريك او حاجه في اهل مثلا الصديقه الاخرى او قريبتهم او كده هتبقى موجوده، فاذا لو في حد يلحقهم او في حاجه يقدر انهم، انما اوافق لو كده. لو ما فيش الحته دي يبقى لما تكبر برضو شويه، لانه طبعا حته الخصوصيه والثقه في النفس والحاجات دي كلها هي بتتبني في الاعمار دي. وكمان علشان برضو انا عارف ان هم الاولاد والبنات في سن المراهقه بيحبوا قوي اصحابهم، وده السن اللي هم فعلا بيرتبطوا بيه باصحابهم يمكن اكتر من اهلهم. كان احنا بنحاول نقرب منهم ونراقبهم كل حاجه، ولكن هم برضو حبهم لاصحابهم بيبقى طاغي شويه في هذه المرحله العمريه. عذر احمد، الاسئله او المخاوف اللي بتطرحها الاستاذه رشا دي الحقيقه مخاوف انسانيه جدا وواقعيه وبتحصل. هل ممكن يكون عندنا حلول لها لاولادنا لو احنا بنسمح لهم؟ هتبنى وجهه نظرك. وهم مسافرين، يعني وهم هيسافروا مع اصحابهم، اتكلمنا لو سن صغير هيبقى لو في معانا حد كبير، لو رحله مدرسيه معاهم مشرف، لو هم مع بعض معاهم مامة او والد حد من المجموعه اللي هم مسافرين بيها، خلاص انا موافق على المبدا ده بالنسبه للفتاه. بالنسبه للولد حضرتك قلت موافق. النوع المشكلات او المخاوف اللي بتطرحها الاستاذه رشا دي ممكن التعامل معاها ازاي في ارض الواقع عشان اكسر حاجز الخوف واساعد ابني انه يعيش تجربه السفر لوحده بعيد عن بابا
وماما وتتم بنجاح وبامان ايضا؟ اولا هي مخاوف جميله جدا ومشروعه وحقيقيه وفعلا ممكن طبعا تحصل، ولكنها طبعا في الواقع ممكن تحصل واحنا قاعدين برضو هنا. لو احنا قاعدين في نفس المدينه، لو انا عكست السؤال واحنا قاعدين في نفس المدينه بيحصل، يقول لك يعني مش عايز اقول لحد على حاجه، بس يقول لك ولد وقع في مشكله، فلوسه خلصت، فلوسه وقعت منه، اتسرق. ابني جالي قبل كده الموبايل والمحفظه بتاعته اتسرقوا منه فين في القاهره، وهو قاعد يعني في قريب مني جدا، وحصل معاه هذا الامر، وبالتالي انتقلت ورحت معاه ورحت بقى بلغت وعملت. يعني اذا هذه المخاوف ممكن تبقى بعيده، هروح شويه في ساعتين ثلاثه متاخرين، هكلم حد هناك، هيبقى في برضه مثل هذه الامور هقدر ان انا اديرها. ما هو اكيد مش هيسيبني كده ومش هيقول لي، اكيد هبقى طبعا عارف. طبعا. نمره 2، ان احنا دايما بنقول ان الموضوع ده مش هيبقى موضوع طول السنه. يعني لما بتكلم في 364 ولا 65 يوم، بتكلم في 5 ايام، بتكلم في اسبوع هيروح فيه يتدرب كانه بيتدرب على شيء معين، ما فيهوش مشكله. نمره 3، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. من عده سنوات جات لنا جائحه كبيره جدا اسمها جائحه الكورونا. صحيح. عملوا ايه؟ 2020 يا فندم، لسه من 4 سنين. من 4 سنين. عملوا ايه لما جات ملحقناش لنا؟ ننسى. فضلنا متضايقين وبتاع وخايفين. بعدين قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ممكن تنزل، ممكن تتعامل، بس تعمل ايه؟ تاخد المصل. فلما تاخد المصل مش هتقعد في البيت بقى وخلاص، لا انزل اتعامل. فانا بدي لابني برضو، خلي بال حضرتك، انا طبعا تربيه مثلا زي الاستاذ رشا ببقى مربيه وتربيه كويسه وكل، بس وهو مسافر في تعليمات تانية، وهو هناك بقعد طول الوقت تعليمات، والتواصل بيبقى اكتر، فكاني بديله المصل اللي هو رايح يتعامل بيه في هذه التعاملات. كمان عايز اقول ان في طبعا احنا بنقول تحت وسط وكده، بس ما ده انا عايز اقول ان في مجتمعات مش غربيه، عشان برضو ايه مش غربيه، مجتمعات شرقيه وكل حاجه، ولكن عندهم حته ان الابناء من سن 16 او 17 سنه بيسافر مدينه ثانيه، بيسافر يعيش حياه مطلقه وكده. فاحنا برضو ابنائنا نفس الكلام، ومش بيبقوا تانيين برضو ما عندهمش اخلاقيات ولا حاجه، بالعكس. فاحنا ابنائنا برضو نفس الكلام. ايه المانع لو 5 6 ايام في السنه هيسافرهم؟ زي ما بقول لحضرتك، بيزرع ثقه في النفس، بيخليه يعتمد على نفسه بعد كده. انا جربت هذه التجربه وشفتها، شفت ان ابني لما سافر ما كانش بيعرف يعمل حاجه في البيت، لما رجع بقى يقول لي ايه، خلاص يا بابا انا اتعلمت اعمل كذا، انا بعرف اعمل كذا، انا يعني لقيته بيتعلم. في ايجابيات اتضافت لشخصيته، في ايجابيات، وفي حاجات حصلت، في مشكلات حصلت، بس طبعاً. برضو تعاملوا معاها. مثلا مش عارف كسروا حاجه في مكان في شاطئ. كان عمره قد ايه ابن حضرتك لما سافر يا دكتور؟ 14 سنه. رائع. رائع. انا اصل انا كمان هو بيسافر مع المعسكرات بتاعه الفريق. أيوة. بتاعه، بلاقي ان المدربين وكده بيسيبوا لهم فترات مش بيبقوا مراقبينهم فيها. يعني يقول لهم انتوا عندكم الفتره دي من كذا لكذا، روحوا كلوا واشربوا واعملوا اللي انتوا عايزينه بفلوسكم انتوا. يعني يا دكتور احمد تحت رقابه مشرفين او تحت رقابه النادي. ده في حاجه، بس انا بقول هو مع اصدقائه لا سافر مع اصدقائه. انا بقول دي حاجه ودي حاجه. يعني في اوقات بيسافر بيدوا له الرقابه، وبيدوا له في وقت برضه من غير رقابه، ولكن هو سافر لوحده في سن معين، وشفت ان هو انعكس عليه بالايجاب، وعملوا حاجات غلط. يعني في حاجات غلط حصلت طبعاً. بصلحها له، بعاتبه عليها. في حاجات هم تحملوا نتيجتها لما كانوا هناك، فلوس حاجه كسرت حاجه بتاع، دفعوا ثمنها من الفلوس اللي معاهم، عشان كده الفلوس نقصت. فخلاص اعتمد على نفسك بما انك بوظت حاجه. ما هو ده هنا علمه ان انا لما هخطأ هتحمل. ما في ناس ما بتتحملش مسؤوليه. يجي يبقى زوج واب وما بيتحملش مسؤوليه، تلاقي زوجته هو اللي بتروح الشغل بتعمل، وهو ما بيتحملش مسؤوليه اولاده. ناتج من ايه؟ ناتج من امور زي دي. احيانا حصلت معاه، بس مش هقول كلها سفر يعني طبعا. ولكن امور ان هو ما تحملش مسؤوليه في اوقات. لا، خليه يتعلم يتحمل مسؤوليه، خليه يتعلم يحافظ على فلوسه، على موبايله، على لبسه. يعني دي حاجات انا شايف ان هي ايجابيه بتحصل. ويعني الاستاذه رشا طب حضرتك ضامن ابنك وضامن انت مربي ازاي، لكن هل ضامن اصدقائه متربيين ازاي؟ الصديق اللي عمل مشكله، انا بتكلم على تجربه اهي. الصديق اللي عرفت انه عمل مشكله كبيره، استبعدوه في السفريه اللي بعدها، وقلت له ده ما يسافرش معاكم، لان شفت منه خلق مختلف عن اللي كنت بشوفه في العادي. لما سافروا وزودها بقى، سمعت او كده انه عمل حاجات مخطئه، برضه ما احنا في حياتنا هنواجه اصدقائنا. هنام احمد علام يعني غني عن التعريف ان راي حضرتك كان واضح جدا، والحقيقه عنده منطق، واتصور ان هو مبني كمان على دراسه حضرتك للعلاقات الاسريه والاجتماعيه. صح كده؟ صح يا فندم، عند حضرتك. شكرا لوجودكم معانا، طرحنا المشكله، وطبعا كل فريق بيتبنى وجهه نظره. شكرا كل الشكر للدكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه.